حبيت نسقسيك يا وزير بالله عليك، دوك هذه الجزائر تبنوها وحدكم ولا كيفاه؟ من جهه رئيس الجمهوريه يقول خطاب هيا نخلوا الشباب يمارس السياسه. معليش معليش فهمناها يا ست معليش. احنا مجموعه تاع شباب حابين ياسوا حزب سياسي، جاوني مجموعه من المواطنين حطوا، ومن بينهم مواطن عثماني اليمين، ومجموعه كبيره من كفاءات وطنيه، من ثالثه من تبسه لتلمسان ومن تيزي وزو تمرست. عندنا يوناني استووا فينا كاع الشروط، مشاو بينا لي زونكات. يا جماعه لا كاين قانون قال ما عندكش الحق، انت شباب ماهوش من حقك تبني الجزائر، ماهوش من حقك دير حزب سياسي. تقولوا انا ماشي مشكل، نكتبها هي تندقدق الناس كلهم تهبل فيا. كان 900 منتخب حطيتهم اللي كان عند مدير الحريات، استقالوا من الحزب ومشاو قال لك يا عثماني بركات نديروا الحزب تاعنا. قال لك كاين دوله كاين قانون، يقولوا لي ما عندكش الحق. صح الولايات معايا كيفاه؟ دوك اللي عندك مدير بالورق ماش مشكل تاعي. 940 منتخب حطيتهم، هذو اللي يروحوا واش نقول لهم انا؟ لقيتهم في وقت الدوله احتاجتهم، لقيتونا وقفنا. واحد يعجبك واش هذا؟ كاين قانون، عدل القانون، قول لي شباب ما عندكش الحق. طلعت ولايه درت رينيو عندهم سمانه بتستيك شغل مخبيين كل يومين. علاه؟ انا سراقين حناو نحبوا الجزائر نبنوها معاكم، ما تبنوهاش وحدكم بس، خلينا نبنوها معاكم بس، ماهوش من حقكم تحرموا ناس. هذه صرخه تاع ماش تاعي برك، هذه راهي البيعات. بكلماته النابعة من غيرته على وطنه صدح صوت لمين عثماني مؤسس حزب صوت الشعب وقائده، حتى دوت كلماته وبلغت الآفاق.